بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا دي برايز قديمة وشلينات قديمة. دي العشر قروش قديمة جمهورية مصر العربية، ودي 5 قروش جمهورية مصر العربية. مبدئيا الورقة من دي تعمل 3 جنيه 4 جنيه، اخرها 5 جنيه، اخرها 5 جنيه، عشان الناس اللي بتقولك سعرها 40 ألف وسعرها 30 ألف والكلام ده كله كلام ايه؟ مش صحيح. الكلام الصحيح ان دي ورقة ايه مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، دي سعرها من 3 جنيه ل5 جنيه. لو الورقة انصر يعني زي دي كده جديدة كده ما اتلمستش لسه طالعة من البنك تعمل 5 جنيه. لو ورقة قديمة شوية هتعمل 3 جنيه 2 جنيه. كذلك الحال في العشر قروش برضو دي، في العشر قروش دي كذلك الكلام برضو نفس النظام، دي تعمل 5 جنيه. لو حالة أقل شوية هتعمل 3 جنيه. أما اللي بيقولك بقى 40 ألف و30 ألف ده كله كلام مش مظبوط. الكلام المظبوط اللي أنا هقولك عليه، والكلام الصحيح اللي هقولك عليه. ايه هي الورقة اللي تعمل 40 ألف وتعمل 30 ألف؟ وليه تعمل 30 ألف؟ خليك معايا. الورقة دي مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، ركز اهي، مكتوب جمهورية مصر العربية، 10 قروش جمهورية مصر العربية. شوف الظهر بتاعها برضو اهي، 10 قروش اهي، جمهورية مصر العربية، جمهورية مصر العربية. في اصدار تاني اهو برضو شكله جمهورية مصر العربية اهي، و10 قروش جمهورية مصر العربية و10 قروش. انهي ورقة بقى اللي تعمل مبلغ عالي و40 ألف و30 ألف؟ اللي هي مكتوب بدل هنا بدل ما مكتوب جمهورية مصر العربية، بدل ما مكتوب جمهورية مصر العربية هنا هيبقى هنا مكتوب الدولة المصرية، الدولة المصرية. تشيل كلمة جمهورية مصر العربية دي وتحط مكانها كلمة الدولة المصرية، كلمة الدولة المصرية. دي اللي تمنها 40 ألف و30 ألف و35 ألف كمان على حسب حالة الورقة. ليه بقى؟ لأن الورقة دي مش موجودة نهائي، مش موجودة نهائي، إلا عدد قليل جدا، عدد قليل جدا. لو الورقة مكتوب عليها الدولة المصرية والورقة جديدة كده زي دي كده هتعمل 35 ألف 40 ألف جنيه. طيب ليه بقى؟ عشان الورقة دي مش موجودة، مش موجودة. طيب تنباع فين؟ لو انا معايا الورقة دي ممكن تعرضها على موقع ايباي، موقع اوليكس. تروح بقى للاسواق، في سوق وسط البلد في القاهرة، سوق ديانة في وسط البلد بيبقى كل يوم سبت من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 6 المغرب. في اسكندرية شارع خالد بن الوليد، في المنصورة سوق الشيخ حسنين. في كذا مكان تبيع فيه، والافضل من الاسواق تبيع على جروبات الفيسبوك او موقع ايباي او موقع اوليكس. لو الورقة موجودة معاك اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية. اما لو انت معاك الورقة اللي زي دي كده، دي تمنها 5 جنيه، تمنها 5 جنيه. محدش يقولك ان دي تمنها ان دي تمنها 40 ألف. اللي تمنها 40 ألف اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، بيبقى هنا بدل جمهورية مصر العربية دي مكتوب الدولة المصرية، الدولة المصرية. وهنا تلاقي العلامة المائية، هنا العلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق، صورة الملك فاروق. دي مثلا لو جينا شوفنا العلامة بتاعتها المائية، مش باين أوي، مش هقدر اجيبها بالكاميرا اهي. دي العلامة بتاعتها، العلامة المائية بتاعتها اهي. طيب دي كانت بقى اللي هي مكتوب عليها الدولة المصرية، العلامة المائية الملك فاروق، العلامة المائية بتاعتها الملك فاروق.
الملك فاروق. الملك فاروق العلامة المائية. يبقى هنا مكتوب هنا الدولة المصرية، الدولة المصرية، والعلامة المائية بتاعتها الملك فاروق. كذلك الحال برضو في الشيلن. الشيلن برضو نفس النظام. شيلن جمهورية مصر العربية ده اللي قدامي ده سعره 5 جنيه. لو الورقة زي دي كده ده سعره 5 جنيه. اما لو الشيلن مكتوب عليه الدولة المصرية، الدولة المصرية ده اللي بيعمل 35,000 ويعمل 40,000. وده برضو قلت لك تقدر تبيعه في المواقع اللي انا قلت لك عليها، موقع ايباي، موقع اوليكس، جروبات الفيسبوك، وناس كتير بتشتري وتبيع على جروبات الفيسبوك دي. ادي العلامة المائية اهي. كذلك الحال برضو في الشيلن. الشيلن هيبقى العلامة المائية بتاعتها صورة الملك فاروق. العلامة المائية صورة الملك فاروق، ده اللي بينباع سعره غالي. اما كل الورق اللي قدامي ده، كل ده سعره 5 جنيه. ده سعر اي نسخة بقى مكتوب عليها جمهورية مصر العربية ده سعرها 5 جنيه. ده سعره 5 جنيه. ده النسخة دي زي دي برضو، اصدار زي ده برضو سعره 5 جنيه. ده محافظ، ده وزير مالية، وده ده مدحت حسنين، وده علي لطفي. ده سعره 5 جنيه والتاني سعره 5 جنيه. كل ده سعره 5 جنيه. الورقة الغالية اللي هي مكتوب هنا الدولة المصرية، الدولة المصرية، الدولة المصرية. غير كده ده كله سعره 5 جنيه. طيب انت لو معاك بقى الشيلن اللي مكتوب عليه الدولة المصرية ده، او ال10 قروش اللي مكتوب عليها الدولة المصرية، لو معاك الشيلن ده ومكتوب عليه الدولة المصرية، او البريزة ومكتوب عليها الدولة المصرية، اكتب لي في التعليقات وقول لي انا معايا الدولة المصرية شيلن او باريزة، انا اقول لك تبيعها فين واماكن بيعها فين. مش عاوز تكتب يبقى تطلع بقى على جروبات الفيسبوك، تعرضها على جروبات الفيسبوك. خش بقى مزاد على الفيسبوك، تعرضها على موقع ايباي، تعرضها على موقع اوليكس. كل المواقع دي بتبيع وتشتري العملات القديمة دي. بس المهم ان هي تكون عملة مطلوبة. ايه هي بقى العملة المطلوبة؟ شيلن الدولة المصرية، و10 قروش الدولة المصرية. باريزة زي دي كده بس مكتوب عليها الدولة المصرية. هي نفس الشكل ده كده، هي مقربة من نفس الشكل ده كده زي دي كده، بس مكتوب عليها الدولة المصرية، الدولة المصرية. هي نفس الرسمة دي بس مكتوب عليها الدولة المصرية. 10 قروش الدولة المصرية. وفي الظهر بتاعها بيبقى مكتوب برضو هنا بيبقى مكتوب هنا الدولة المصرية. الشيلن نفس النظام، بيبقى مكتوب هنا الدولة المصرية، وفي الظهر بتاعه مكتوب هنا الدولة المصرية. بدل جمهورية مصر العربية مكتوب الدولة المصرية. ده اللي بينباع وسعره غالي، يخش في 30-40 ألف. كل ده على حسب الورقة وحالة الورقة. كل ما كانت الورقة جديدة كل ما كان سعرها غالي ويعلى سعرها. الورقة ما هيش جديدة وفيها قطع وفيها كتاب وعليها كتابة ومش شخبطة ومتنية والكلام ده كله، ده طبعا كله بيقلل من سعر العملة. اهم شيء في العملة ان العملة تبقى انصر يعني زي دي كده اهي. دي ورقة انصر اهي، ما اتلمستش، لسه طالعة سخنة من البنك اهي. كل ما كانت الورقة سليمة كده وبتخروش كده معاك يبقى دي ورقة انصر ما اتلمستش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة. ما عجبكش الفيديو ما تعملش لايك ولا تعمل اشتراك ولا تعمل اي حاجة، وصلي على النبي في قلبك وخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.